ازاي اقابل سوء العلاقات بحسن علاقات. دايما يخلي عندنا حسن نية في التعامل في العلاقات. ايه مثلا الفايده اللي ممكن حد يستفادها لو اتفرج على الفيديو بيتكلم عن العلاقات؟ كمية الأذى النفسي اللي بيبقى عامل زي الصخرة اللي بتترمي على البني آدم بتدغدغ عظامه. ايه بقى سبب دمار العلاقات بين الناس وبعضها بشكل عام؟ ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم فيديو عن العلاقات، هنتكلم فيه عن العلاقات بشكل عام، وفي الفيديوهات الجايه هنتكلم عن العلاقات بشكل خاص وكل موضوع لوحده. ومعانا الاستاذ اسلام عبد الكريم، اخصائي اجتماعي وخبير في العلاقات الاجتماعيه، فان شاء الله نحاول نقدم لكم محتوى حلو ويفيدكم وتستفيدوا بيه. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله ايه تمام. الاخبار؟ الحمد لله تمام. طبعا اتكلم براحتك، كلنا قاعدين بنتكلم عادي وبكل اللي في نفسك. أنت هقول أخويا لك بقى، صغير وأنا سعيد حبيبي كده كده. بص هسألك شويه اسئله نحاول نجاوب عليها بحيث احنا نفصل موضوع العلاقات ده بشكل عام، وزي ما قلنا في الفيديوهات الجايه هنخصص كل موضوع لوحده. مفيش مشكلة، وأرجو بس إن الناس تستفيد بالمحتوى إن شاء الله. ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن ايه بقى؟ النهارده يا أحمد هنتكلم عن موضوع بيهم فئة كبيرة جدا من الناس، موضوع العلاقات الإنسانية بشكل عام. العلاقات دي ممكن تكون علاقات أسرية، علاقات عاطفية، علاقات الزمالة، علاقات الصحاب، علاقات الإخوة والعيلة داخل العيلة، علاقات الناس مع بعضيها في التعاملات اليومية في الشارع. كل دي أنواع من العلاقات لازم الإنسان يبقى عنده القدرة على التعامل معاها. بص النهارده عايزين نتكلم فايده العلاقات عموما، وبعد كده في الفيديوهات الجايه هنبدا نقسمهم بقى كل موضوع نتكلم في فيديو لوحده. ايه مثلا الفايده اللي ممكن حد يستفادها لو اتفرج على الفيديو بيتكلم عن العلاقات؟ هو يستفاد ايه؟ بص، هي الإفادة هتبقى إفادة كبيرة جدا ليه، ماشي، وإفادة للناس اللي حواليه، لأن ده هيأثر على علاقاته وعلى تعاملاته بينه وبين الناس المحيطين بيه، سواء الأسرة الصغيرة اللي حواليه، والده والدته إخواته، سواء قرايبه، سواء زمايله في الشغل، سواء زمايله في الدراسة، في العلاقات العاطفية اللي بين الزوج والزوجة، في العلاقات الإنسانية اللي بين الزملاء في العمل. الحاجات دي كلها مفيدة جدا ليه، ان هو يقدر يبقى عنده القدرة على التعامل مع الاشخاص دي، كل واحد على حسب فكره وعلى حسب طبيعة علاقته بيه وعلى حسب شخصيته، عشان يفضل شخص محبوب بينه وبين الناس اكبر فترة ممكنة وما يخسرش اي حد من الناس اللي طب حواليه. هو ممكن يعني اللي انت مثلا التعاملات بينك وبين اولادك او التعاملات بينك وبين زمايلك في الشغل، اللي يمشي معاك هو اللي يمشي معايا، هو اللي يمشي مع كل الناس؟ لا طبعا، انت من احد الامور الاساسيه في التعاملات ان انت تعامل كل واحد على حسب طبيعته هو، ما تحبطهوش على حسب طبيعتك انت. ليه؟ لان انت لما بتتعامل على طبيعتك انت احنا الناس كلها اختلفت على البشر، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام تمام الناس اختلفت عليه مع انه انقى وافضل البشر. تمام، فانت الناس هتختلف عليك في طبيعه شخصيتك وفي قدراتك على التحدث والتعامل مع الناس وكده. فانت لازم دلوقتي، انا عارف مثلا ان احمد مثلا بيحب مثلا ان الانسان مثلا يتكلم معاه بصوت واطي، بيحب ان الانسان يتكلم معاه بشكل مهذب، ما بيحبش الهزار، يبقى انا اتعامل معاه بالاسلوب ده. لما هاجي اتعامل مع والدي غير لما اتعامل مع اخويا، غير لما اتعامل مع والدتي، غير لما اتعامل مع اختي، غير لما اتعامل مع جاري، غير لما اتعامل مع زميلي في الشغل، غير لما اتعامل مع صاحبي اللي انا بنزل اقعد معاه في الكافيه او بنزل اقعد معاه في النادي او كده. برضه بيبقى في طبيعه تعاملات، ببقى براحتي، بيبقى مثلا ليه في تحفظات معينه في العلاقات. ففي اشكال كتيره ومعقده في التعاملات اللي بتتم بين الافراد وبين بعضهم، وطبيعه التحدث بينهم وبين بعض في الحياه يعني. طب ازاي بقى ممكن نحسن العلاقه بيننا وبين الناس ونرجع للطريق الصح لعلاقتنا مع الناس؟ بص، ده سؤال مهم جدا، وعشان تقدر تجاوب على السؤال ده بمنتهى السهوله كده وبمنتهى الوضوح، تمام، ارجع لتعاملات الدين الاسلامي. احنا مش هنتكلم بشكل مفصل في الدين يعني، بس احنا بنتكلم ان طول ما انت بتتعامل مع الانسان اللي قدامك باحترام وبادب وبنوع من انواع القبول والتقبل الاخر، وان انت دايما بتتقبل فكره وبتتقبل انتقاده ليك وبتتقبل اراءه وبتتقبل تعاملاته وبتتقبل شكله وبتتقبل لونه، فانت هيبقى عندك القدره على انك تحسن العلاقات مع كل الناس اللي حواليك. يعني انا دلوقتي لما ببقى قاعد مثلا موجود داخل الاسره الصغيره بتاعتي، زي ما احنا قلنا العلاقات بالنسبه لنا متقسمه لحاجات كتير. انا كشاب مثلا تمام موجود في علاقات مع الاب والام والاخوات، بعد كده لما بتجوز بيبقى في علاقات مع الزوج والاولاد، ببقى انا صاحب اسره، وبعد كده بروح الشغل بيبقى عندي علاقات مع زملاء العمل،
وبعد كده بنزل بالليل اخر النهار بروح الكافيه او النادي او الاماكن اللي بقابل فيها الاصحاب اللي هم اصحابي اللي متربيين معايا او اللي انا معاشرهم بقالي فتره طويله. وفي نفس الوقت وانا بعمل ده كله ببقى ماشي في الشارع بقابل ناس في المواصلات في الاماكن العامه في الشارع، وانا طالع العماره بقابل جيراني. كل دي علاقات. الحل السحري للعلاقه، عشان اول حاجه انت بتعملها لما بتعدي على اي حد بتقول له ايه؟ السلام عليكم. السلام. فانت بتلقي عليه السلام. لما انت بتكون بتلقي عليه السلام وانت مبتسم وتقول له السلام عليكم، ازيك، اخبارك، عامل ايه. دايما احنا عندنا هنا كشعب مصري دايما عندنا بنقول في المناسبات وكده كل سنه وانت طيب. ممكن نقولها طول السنه، بنعتبر ان طول السنه بالنسبه لنا عيد. عيد. ماشي، ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. تمام. واساله انت حتى دايما تلاحظها دايما لما بنيجي نتكلم في التليفون واجي اكلمك في التليفون، ازيك، عامل ايه، اخبارك، انت تمام؟ تمام الحمد لله. وضعك ايه دلوقتي؟ تلاقيني بكرر عليك الاسئله اللي بتطمن عليك وبتطمن على اسرتك. فدي حاجه كويسه دهنا الدين الاسلامي وترسخت فينا واتنقلت فينا من اجيال لاجيال حسن لاجيال. العلاقه بقى. دي بتخليك انت دايما بتبقى عندك تقبل ان الانسان يقدر يتكلم معاك في اي موضوع كان. وده بياخدنا كمان لفكره ان انا عشان احسن العلاقه دي لازم دلوقتي انا بتعامل مع والدي. ما ينفعش ان انا ابقى شايف والدي جاي من الشغل مثلا تمام متعصب او متنرفز او متضايق او عنده مشاكل او مضغوط، وانا اكلمه في بعض المشاكل الشخصيه اللي تخصني انا اللي ممكن ما يبقاش ده وقتها. ممكن دلوقتي اشوف مثلا والدتي واقفه في المطبخ بتعمل الاكل او كده، او عندها يعني مهام في البيت، وانا ابقى داخل عايز اتكلم معاها او عايز اتناقش معاها في امر تمام يخصني، بس ممكن ما يكونش وقته. فرد الفعل اللي هيطلع منها هيزعلني، او على الاقل مش هتتعامل معايا اصلا، هتقول لي انا مش فاضيه دلوقتي عشان اتكلم معاك. فانا لازم يبقى عندي اختيار دايما التوقيت اللي اتكلم فيه مع الاسره الصغيره بتاعتي. تمام. وفي نفس الوقت لما اجي اتكلم دايما ابقى بتعامل مع شخص، دايما ابص في عينيه، دايما ابص له هو. دي زي بيسموها كده لغه الجسد. دايما طول ما انا حاسس ان انا ببص في عينيك وحاسس ان انا بتكلم معاك باريحيه، طول ما العلاقه اللي بيني وبينك بتفضل بشكل سلس، تقدر تتقبل مني الكلام وبتحس ان الكلام بيوصل من قلبي لقلبك. فدي نقط مهمه جدا لازم نحسن بيها جوده العلاقات بتاعتنا. وفي نقطه مهمه جدا كمان يا احمد لازم نتكلم فيها من وجهه نظري يعني. تمام. ازاي اقابل سوء العلاقات بحسن علاقات؟ يعني ازاي؟ يعني انا دلوقتي بتعامل مع زميل في العمل بمنتهى الاحترام والادب وكده، والاقيه هو انفعل مثلا او قال كلام، لازم يبقى عندي ثبات انفعالي هنا، واخد اكبر فتره ممكنه ان انا امتص الغضب اللي هو فيه او طريقه الكلام اللي هو فيه. مع ان انا هرجع اقول لك ان احنا بشر، مش دايما ابقى احنا بشر أتقبل. وبنتنرفز وبنتعصب وما بنبقاش مستحملين، لان احنا برضو قد نكون محطوطين في ضغوط. بس دايما احاول ان انا ابتدي بنفسي ازاي؟ ان انا يبقى عندي ثبات انفعالي. طول ما هو الانسان اللي قدامي شايف ان هو خارج نطاق التعامل السلس بالنسبه لي، احاول اقصر فتره التعامل معاه على قد ما اقدر، او احاول اتجنبه دلوقتي او اتركه دلوقتي. بص يا احمد، كان في مثل دايما بيتقال زمان يقول لك ايه؟ يا رابطا اذكر فكا. ازاي؟ يعني انا لما اجي دلوقتي اربط حاجه عشان اشيلها، ما ينفعش اعقدها عقد كتير جدا واربطها عقد كتير جدا، لان انا هاجي بعد أفكها. يوم 2 3 4 او اوصل مشواري هفكها. لو انا معقدها على نفسي مش هعرف اعملها. دي برضو قريبه من فكره العلاقات. لو انا فضلت اكمل معاك في سوء الفهم او في سوء العلاقه او في سوء التحدث اللي انا فيه، هتبتدي انت تغلط، هبتدي انا ما اقدرش استحمل، ابتدي انا اغلط، تبتدي الامور تكبر، تبتدي عامله زي الحريقه. ودي اكتر آفة بتضر العلاقات بقى الزوجيه. تمام. الاحساس بقى ان كل واحد هو الصح، واحساس ان كل واحد مش قادر يتقبل ده على كرامته. ودي الامور دي بتدمر اسر، وخصوصا في المراحل الاولى من الجواز، في اول شهر 2 3 4 لحد اول سنه، او لحد ما يجي اول عيل غالبا. وبعد كده بتستمر بنوع من ان هي بتقل لحد لما العيل بيكبر وبيخش المدرسه. الاهتمامات تختلف. ليه بقى؟ لان بيبتدي الام او الزوجه بتبتدي تهتم اكتر بالطفل. أيوة. فمستوى التحدث مع زوجها بيقل اصلا. بيبقى التحدث كله في ان هي بتطلب منه طلبات، او ان هي مثلا بتحكي له مثلا، او ان هي عايزه مساعدته او كده، وهو مثلا بيتكلم معاها عملت ايه مع الواد النهارده، الواد كان عامل ايه، طب الواد كويس، طب الواد، حتى ممكن وهو في الشغل يتصل بيها مش يقول لها انت وحشتيني، بعد كده يقول لها الواد عامل ايه، انتوا عاملين ايه، محتاجين ايه اجيبه وانا جاي. فاهم؟ فحتى مستوى العلاقات بيختلف. بس في الفتره دي بتلاقي دايما يحصل مشاكل من نوع تاني بقى في العلاقات، لازم نركز فيها برضو بعد كده لما نيجي نتكلم على النقطة دي. تمام. يبتدي بقى يحصل الخلاف في اسلوب التربية، واسلوب التربية وخصوصا قدام الاطفال.
تمام، بيبقى في مشاكل كبيره جدا ان كل واحد فيهم عايز يفرض شخصيته ويفرض رايه اللي من وجهه نظره هو صح قدام الطفل. تمام، وكل واحد شايف ان هو اللي صح وعايز يربي ابنه بالشكل مع ان المفروض ان هم لو قعدوا بالراحه خالص وهم قاعدين كده في اخر اليوم بيتناقشوا مع بعض في اللي حصل، طب انا اتعامل مع الولد ازاي، اتكلم معاه ازاي، طب نقرا، طب نثقف نفسنا، طب اسالي والدتك، طب اسالي والدتي، طب يعني نتناقش مع بعض، لا انت المفروض ما تعمليش معاه كده، في اسلوب التربيه بشكل احنا عام. كده كده هنمسك الموضوع، كل موضوع لوحده ونفنطه، هنتكلم فيه براحتنا. ودي نقط مهمه جدا هتفيد اللي هيتفرج على الفيديو دوت، هيفيده جدا في الفكره ديت ويقدر يحسن من نفسه. وعلى فكره الناس كتير جدا عارفه الكلام اللي انا بقوله، بس محتاج اللي يذكرها، محتاج اللي ينور اللمبه عندها او عنده عشان خاطر يفهم الطريقه دي. بيبقى يعني انا دلوقتي وانا بتكلم ناس هتقول ما احنا ساعات بنعمل كده، ما احنا ساعات بنحاول نعمل كده، احنا ساعات بنعمل كده. وفي ناس تانية هتقول لك تصدق انا لو خدت الفكره دي وعملتها زي ما احمد واسلام قال كده، اجرب اشوف لما اعملها كده مع زمايلي في الشغل، مع زوجتي، مع والدي، مع والدتي، مع جاري. أيوة. ممكن يلاقي فعلا نجاحات ويلاقي فعلا في تحسن في العلاقات اللي موجوده بينه وبين بعض. ايه بقى الاثر النفسي والاجتماعي اللي هيعود على الناس لما يحسنوا العلاقات مع بعض؟ ده بقى يا احمد الحصاد. الاثر النفسي ده هو الحصاد بعد ما نخلص ان شاء الله في يوم من الايام سلسله الفيديوهات ديت والناس بتبتدي تحاول تنفذ جزء منه، هتلاقي الحصاد، الثمره بقى اللي بتحصدها. هتلاقي التعاملات كويسه جدا بينها وبين الناس، المشاكل اللي بينها وبين الناس، حالات الطلاق الشديده جدا اللي موجوده دلوقتي في المجتمع المصري. لو الانسان قدر يلاحظ لقطات صغيره، على فكره 90% من المشاكل اللي بتؤدي الى الطلاق مشاكل تافهه جدا ومشاكل بسيطه جدا وبيبقى السبب فيها حاجات تافهه. لو قدرنا نحسن في العلاقات بيننا وبين بعض المشاكل دي هنتجنبها خالص ومش هتوصلنا للطلاق. هيبقى في علاقات جيده جدا بين الابناء والاباء، وخصوصا في سن المراهقه وفي سن الجامعه. في سن المراهقه وفي سن الجامعه بيبقى في نوع من انواع التضاد اللي بين الابناء والاباء. تمام، هنحسن في العلاقات بيننا وبين الجيران. لما انا تبقى علاقتي كويسه مع جاري اللي ساكن في الشقه اللي جنبي، هيبقى دايما المدخل بتاع العماره نظيف، دايما بنراعي ان احنا نصلح العماره، دايما بنراعي ان احنا نحافظ على العماره، اولادي بيلعبوا مع اولاده، لو لا قدر الله حصل عنده ازمه اول واحد هيجري عليا انا اسرع واحد ليه. تمام، ده لو علاقتي كويسه بيه. ما انا بالظبط، ده الفايده، لما يكون علاقتي كويسه بيه وعلاقاتنا كويسه مع بعض هيجري عليا انا اول واحد. انما لما تبقى علاقتي بيه وحشه مش هيخبط عليا. تمام، ومش هيقدر يقول لي يطلب مني حاجه. تمام، فدي بقى الفايده والحصاد اللي احنا هنحصده لما نبقى ماشيين في الشارع ونلاقي شخص محتاج مساعده نقدر نساعده. احنا بنعمل ده كلنا، بس في ناس بيبقى عندها خوف ان هي تعمل حاجه زي كده. ماشي، لما نلاقي شخص في ازمه تمام ونقدر نساعده، ده هنحصد دوت ان احنا يبقى عندنا القدره ان انا اروح واتكلم واعرف احل المشكله. في نقطه مهمه جدا كمان يا احمد في تحسين العلاقات وفي الفايده اللي هتعود على المجتمع، الاشخاص اللي بيتدخلوا في حل المشاكل بينهم وبين بعض. الناس دي لو عندها فهم لطبيعه العلاقات اللي بتحصل بينها وبين الناس، وهو داخل يصلح بين مين وبين مين، بين زوج وزوجه، بين اب وابنه، بين جار وجاره، بين زميل وزميله في العمل. تمام، لو الشخص اللي داخل يتدخل ده لو مش فاهم يعني ايه علاقات وما عندوش جودة العلاقات وطريقة معينة وكويسة في توصيل المعلومة وصادق مع نفسه وصادق معاهم وبيحبهم، ما عندوش اي اغراض دنيئة او اغراض وحشة في ان هو يوقع بينهم وبين بعض، ده هيبقى حصاد لان هيقدر يصلح. ساعات انا وانت لما بنكون مختلفين يجي حد ثالث تمام يقعد يقرب وجهات النظر بيننا وبين بعض، يخليني اتكلم، يخليني اسمع، اتحرج منه ان انا اغلط فيك، فالامور تبتدي تلاقي الامور تتحل. وده كان دايما عندنا موجود في المجتمع المصري وفي المجتمع السيناوي بشكل عام بشكل خاص كمان، اسمه المجالس اللي هي مجالس العرب اللي كانت القعده دي. ودي كانت حاجه كويسه جدا لان كان بيتقال فيها لان الشخص اللي كان بيغلط كان بيتعاقب. تمام، بنوع من انواع العقاب اللي بيرضعه ان هو ما يخلوهوش يكرر الخطا ده تاني، لان هو اتغرم فيه كويس جدا. لحد دلوقتي موجوده في الصعيد وفي سيناء. يعني دي برضو لو موجوده بشكل كبير وبشكل متداول بين الناس هتبقى، لان للاسف المشاكل بتبقى على اسباب تافهه وبيخشوا ناس بيبوظوا العلاقات بسبب عدم قدرتهم وعدم جودتهم في التعامل مع المشاكل دي. ايه بقى سبب دمار العلاقات بين الناس وبعضها بشكل عام؟ عدم الثقه.
رقم واحد في سبب في دمار العلاقات بين الناس وبين بعضها عدم الثقه. انا مش واثق ان كلامك ده صح، انا مش واثق ان نيتك خير، انا مش واثق ان انت بتقول لي سلام عليكم وانت نيتك صافيه. هديك مثل بسيط قوي. ساعات بنشوف ناس بتعمل ايه، بص كده وانا هتعامل معاك، ازيك يا احمد، تمام الحمد لله. ازيك يا احمد، ايوه فهمت الفرق يعني. تمام. ازيك يا احمد، تمام. ازيك يا عم احمد. فاهم؟ ايوه ممكن انا دايما لما باجي اعبر عن علاقتي بيك، تمام، ممكن اعبر صح وممكن اعبر خطا واخلي اللي قدامي يفهم صح او يفهم خطا، فبيبقى انا عنديش ثقه في الشخص اللي قدامي، تمام. فده بيدمر العلاقات بيننا وبين بعض. هيقول لي سلام عليكم ويعدي، ده بص بيقول لي سلام عليكم ازاي، بيديك ده عسيل. والله العظيم ما انا رادد عليك السلام بعد كده، ولو شفتك مش قايل لك سلام عليكم. ماشي. واحده جوزها لسه داخل من الشغل، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مالك داخل كده يعني قرفان وزهقان ومش عارف ايه وكده، السلام عليكم يعني مش طالعه من جواك، انت ايه زي ما تكون راجع سجن. شفت؟ السلام عليكم. تمام. انا بكلمك بمنتهى الامان. ايوه تمام. بيجي شاب مثلا مع والده، ماشي، يجي يتكلم مع والده مثلا، يكلمه مثلا يقول له ايه يا بابا انا عايز اروح اخرج مع اصحابي، يقول له انت كمان بتزعق وبتعترض وبتتكلم بالاسلوب الوحش ده، تمام. طب والله انت ماليك خروج، مع انه هو ما اصلا يقصدش. ما يقصدش، بس النبره اللي طالعه منه وعدم ثقه الاب في تعبيرات ابنه ان ابنه دايما معترض مخليه يشوفه بالناحيه السيئه دي. فلازم يبقى في ثقه دايما بيننا وبين بعض، دايما التمس لك العذر، نحسن دايما دايما التمس لك العذر، ويبقى في حسن نيه في التعامل بيننا وبين بعض، لان في يوم من الايام هتكتشف ان انت غلط. ليه؟ هنقعد انا وانت بعد ما نتخانق ونصفى لبعض، لان في الاخر احنا بنتعامل مع بعض. ليه؟ الاب مش عمره ما هيستغنى عن ابنه، الزوج عمره ما هيستغنى عن زوجته، فممكن يجوا في اخر اليوم معلش ما تزعلش مني، عارف والله العظيم انا ما كان قصدي. هيكتشف ان هو كان خطأ، هيكتشف ان هو كان فاهم غلط، هيكتشف ان هو شاف الامور من ناحيه من وجهه نظره هو بس، ان هو هيكتشف ان هو كان عنده خطأ في ان هو ما كانش واثق فيه وهو بيتكلم معاه، ما كانش واثق في نيته، في طبيعه كلامه اللي هو بيتكلمه. فدي نقط مهمه جدا في ان احنا نتجنب الثقه. الثقه رقم واحد، الثقه رقم اتنين، دايما ما اخشش في نقاشات وانا تحت ضغوط. دي نقطه مهمه جدا. احنا طول الوقت تحت ضغوط، ناس كتير جدا وهي بتسمع الفيديو ده تقول له احنا طول الوقت تحت ضغوط، بس في اوقات بتبقى ضغوط ما ينفعش ان انا اتعامل فيها. ما بقاش جاي من حر وجو وحش وزهقان في الشغل وقاعد بقالي 12 ساعه شغال وجاي والحر، وتيجي تكلمني في امور صعبه جدا ان انا اتعامل معاك فيها، ده خطأ. تمام. ممكن وقد تكون الامور تصبر وتستنى لحد اما اخش واخد دش واقعد واكل واهدى واقدر اتكلم. ازاي بقى ممكن يكون في علاقات مؤذيه وازاي اتعامل مع العلاقات دي؟ ده بقى مربط الفرس. بص يا احمد، العلاقات ممكن تكون مؤذيه جدا. عارف ازاي؟ انا هديك مثل بسيط خالص، تمام. لما انت تبقى عشمان في حد ان انت تيجي وتتكلم معاه وتتعامل معاه وتكتشف ان هو شخص غير مؤهل لده، تكتشف ان هو يحبطك في الكلام، او ما تلاقيهوش اصلا، او ما تلاقيهوش وقت الاحتياج ليه، ما تلاقيهوش موجود، او ما يطبطبش عليك حتى لو بكلمه. طب ده بنيه ده ولا بغير يعني بقصد؟ شخص بيعمل كده بقصد لا، ولا في بغير قصد؟ ناس بتعمل كده بقصد وفي ناس بتعمل كده من غير قصد، بس المجمل بيبقى مؤذي قوي. الناتج واحد. هديك مثل بسيط خالص عشان بس النقطه دي توضح لك. تمام. تخيل انت كده زوج، انا هقول زوج وزوجه عشان ما يبقاش الموضوع فيه مشاكل يعني. تمام. زوج بعد 12 ساعه عمل راجع تعبان، تمام. اول ما دخل من البيت مشاكل 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 وكلام وحواديت وحوارات وصوت عالي وزعيق وحاجات كتير قوي، وده بيحصل في كل البيوت المصريه او معظمها. تمام. ويجي اخر اليوم بقى هو بيتحمل كل ده، ويجي اخر اليوم حد من ولاده او زوجته بقصد او من غير قصد تقول له هو انت بتعمل ايه يعني؟ هو انت بتعمل لنا ايه؟ ايوه. هو انت ايه اللي انت بتعمله في حياتك يعني؟ تمام. انت فايدنا في ايه؟ كل الرجاله بتعمل كده. تخيل كميه الاذى اللي ممكن نفسي اللي ممكن يتعرض له بعد كل اللي انا بعمله ده، بعد كل اللي انا بقضيه دوت، وفي الاخر تقول انا بعمل ايه؟ الكلمه دي ممكن تدمر اسره وتشرد اولاد. تمام. زوجه قاعده طول النهار مع العيال
وممكن تبقى موظفه تروح الشغل وترجع الساعه 2 الساعه 3 وترجع عشان تعمل اكل، وبعد كده تبقى مع عيالها وتذاكر لهم وتعمل، وتيجي بالليل خالص تقول لها وانت بتعملي ايه طول النهار؟ تاذيها كلمه زي دي. الكلمه دي لو انت بتقولها بتدمر العلاقه، بتخليك تقول لك يا بعد اللي انا بعمله ده كله انت مش شايفني ان انا بعمل حاجه؟ شوف كميه الاذى النفسي اللي بيبقى عامل زي الصخره اللي بتترمي على البني ادم بتدغدغ عظامه. اب قاعد مع ابنه تمام، وابنه وهو علمه لحد لما خلاه دكتور مثلا تمام، وجي في الاخر خالص بيقول له هو انت عملت لي ايه؟ انا نجحت بمجهودي وبتعبي. تخيل كميه الاذى في العلاقات اللي ممكن تظهر كده. دي امثله على الاذيه. ازاي نتعامل معاها بقى؟ ازاي بقى نتعامل معاها؟ اولا لازم ابقى انا عارف كويس قوي ان انا اللي مرضاهوش لنفسي مرضاهوش لحد. يعني الكلام اللي يطلع مني حط نفسي مكان اللي قدامي. احط ما نفسي مكان اللي قدامي. يعني انا زي ما انا بقول لك كده، الزوج والزوجه لو كل واحد فيهم افتكر انه ممكن يتقال له الجمله دي وتاذيه نفسيا، صدقني مش هيقولها. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انا دايما التمس حسن النيه في الكلام. يعني لو قال لي كده ما هيكش قوي، اسمع منه بعدين، عشان اسمع منه بعدها كلمه طبطبه. ازاي؟ يا معقوله انت بعد اللي انا بعمله ده كله انت مش شايف ان انا بعمل حاجه؟ الزوج يقول لها معلش حقك عليا، انا كنت مضغوط وما كنتش واخد بالي انا بقول ايه او كده ومعلش، وتيجي ايه مطبطب عليها كده تمام. الطبطبه دي بتضيع الاذى اللي ممكن يطلع بدون قصد ده. الاب لما يجي يعاتب ابنه بعد كده، والابن يقول له انا اللي عملت لنفسي وانا اللي سويت لنفسي ومش عارف ايه، والاب يحصل فيه اذيه نفسيه من النقطه دي، ويجي الابن يقول له معلش يا بابا حقك عليا ومش عارف ايه وكده، ده انا جزمتك فوق دماغي، ويوطي يبوس ايده او يبوس رجله. تخيل هيتجنب الاذى اللي ممكن يعود على، اصل الاذى مش بيبقى اذى لحظي، مش بيبقى اذى في الموقف ده، انت بتقعد بقى تفكر في الكلام ده وبيضغطك نفسيا وبيأذيك نفسيا. هو مش الاذى، هو ما ضربكش على وشك، بس هو ضربك على قلبك، ضربك على عقلك. وخلاك انت بتبقى مأذي نفسيا. واقصى حاجه ممكن تدمر البني ادم الاذيه النفسيه. ده كمان بيعمل ايه بقى من الاثار بتاعته برضو السيئه جدا؟ يخليك انت تاني يوم مش عايز تنزل تعمل اللي انت بتعمله ده. هو كده ملوش لازمه بقى. تاني يوم هسيب البيت يضرب يقلب، وهسيب له العيال يخبطوا دماغهم في الحيطه وشيل انت بقى. الاب طب والله ما انا مكمل لك دراسه وريني بقى هتعلم نفسك ازاي. الابن انا هسيب ابويا وامشي وخلاص، مش هو مش عايز، مش شايفني ان انا بعمل اي حاجه، طب انا هسيبه وامشي. الجار انا مش هبطل اتكلم معاه ولا اتعامل معاه ولا كده. دي بتبقى اثار سيئه جدا للعلاقات المستفزه تمام، او العلاقات الصعبه اللي بتتم بين الناس وبين بعضها. عشان نحسن من ده يا احمد لازم نحط كل واحد فينا يحط نفسه مكان التاني عشان نتجنب ده. وزي ما قلت لك قبل كده لازم يبقى في ثقه بيننا وبين بعض، ولازم يبقى عندنا الكلام الرقيق، الكلام اللي يطبطب، الكلام اللي يصلح العلاقات اللي بتحصل دي او المشاكل اللي بتحصل في العلاقات. زي الفل. ازاي ممكن ابدا علاقه جديده، وازاي ممكن انهي علاقه انا موجود فيها؟ ابدا علاقه كويسه او انهي علاقه مثلا وحشه؟ طب انا هاخد اخر سؤالك، انا ليه هنهي العلاقه اصلا؟ عشان علاقه سيئه ومؤذيه وانا ما اعرفش احسن منها. طب ما انا ممكن احجمها، اتحكم في تحجيمها. هنتكلم في النقط دي في الفيديوهات اللي جايه، ازاي اقدر احجم العلاقات، ازاي اقدر اقلل الاذى اللي جاي منها، وازاي ان انا على قد ما اقدر ان انا ما الغيش كميه كبيره من العلاقات في حياتي. وهرد على سؤالك الجزء الاول من سؤالك، ازاي ابدا علاقه جديده. العلاقه الجديده دي ممكن تبتدي بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. وعلى فكره اللي انا عايز اقوله لك ان في كتير جدا من العلاقات الكويسه والجيده اللي بتحصل بين الناس بيبقى بدايتها خلاف تمام. بيحصل خلاف في سوء الكلام، في سوء الفهم، في الطريقه، وبعد كده يعتذروا لبعض، وبعد كده يحصل علاقات كويسه جدا. بالظبط، اللي هي محبه بعد عداوه. بس عايز اقول لك على حاجه كمان. انا دلوقتي شايف احمد زميل معايا في الشغل، كل يوم بشوفه تمام، صديق ليا. لما اروح بقى ايه الاقيه مثلا شايل حاجات كتيره وداخل بيها على مكتبه، واروح احاول ان انا اساعده وساعدته. على فكره انا اسلام زميلك اللي شغال معاك في الحته الفلانيه، الناس بتاخدها بقى ان هو بيساعدني عشان ممكن نحتاج منه مصلحه. لا بص، طول ما هو شايف منك الصدق هيوصل له الصدق تمام. لان انت مش كل الناس بيبقى عندها سوء نيه، واحنا بنحاول ان احنا نخلي الناس، وده الهدف من الفيديوهات، ان يبقى عندها دايما حسن نيه في التعامل الاول مع الناس ماشي. فلما باجي انا اساعدك واقول لك طب هات اساعدك مش عارف ايه، ده انا اسمي اسلام شغال معاك في الحته الفلانيه،
تبتدي النهارده انا اتعرفت عليك، ده انا اسمي احمد شغال معاك هنا، شرفت بيك يا احمد، محتاج حاجه اساعدك فيها ولا حاجه؟ لا طب خلاص. تاني يوم بقى اشوف الصبح، صباح الخير يا احمد، عامل ايه، مش عارف ايه اخبارك، مش عارف ايه، طيب انا دلوقتي رايح في البريك، رايح اجيب مثلا كوبايه قهوه او كوبايه نسكافيه، تمام، عشان اعمل علاقه جيده مع مع زميل ليا مثلا في العمل، هجيب له مثلا كوبايه نسكافيه او حاجه، او الاقيه مثلا قاعد لوحده اروح اقعد معاه او اطلب منه ان هو يجي يقعد معايا. تبتدي العلاقات تبتدي كده، تمام، تبقى علاقه جيده، تمام. طيب ازاي احسن علاقات موجوده حاليا وانا شايفها وحشه؟ هديك مثل بسيط جدا، وده يمكن مجموعه كبيره جدا من الشباب ممكن يعني يختلفوا او يتفقوا معايا في الراي ده. بيبقى علاقاتهم بالاب وحشه، تمام، ومفيش لغه حوار بينهم وبين بعض، كلها يا اما اوامر، يا اما تنفيذ اوامر، يا اما اعتراض على اوامر، يا اما هو في عالم وانا في عالم، ودايما يقول لي على حاجات هو مش عارف المجتمع اللي انا عايش فيه، ودايما في مشاكل بين الاب وابنه في النقط دي، في التواصل، تمام. لما انا كده الاقي والدي قاعد كده مع نفسه، واجي اقعد اتكلم معاه اقول له ايه يا حاج، ايه اخبارك، عامل ايه، انت مالك كده تعبان، مش عارف ايه، ما تتناقش معايا، اتكلم معايا، ده انا عايز احكي لك مثلا على حاجه، حتى لو انت يعني مع احترامي، يعني لو انت مش هتنفذ اللي هو هيقوله لك، وتيجي تاخد رايه في مشكله بين واحد صاحبك مثلا مع واحد صاحبك ولا حاجه، فكره ان انت خدت رايه اصلا، تمام، بتديله احساس بتحسين العلاقه، وانت بتحسن جوده العلاقه، بتخليه بعد كده هو بيتكلم معاك ويتعامل معاك كويس، تمام. مره في الثانيه، ده ما بيجيش من اول مره، انا ما اقدرش اقول ان انت تقدر تنفذه من اول مره، بس مع الوقت يجيب العلاقه نتيجه، تتحسن. تمام. لما انا مثلا والدي مثلا معاه عربيه مثلا ولا حاجه، وانا قاعد مثلا كشاب مثلا واحد فاضي كده، اقول له هات يا حاج مفتاح العربيه لما انزل اغسل لك العربيه واظبطها لك كده عشان بقى لها فتره ايه مش مظبوط، تمام. لو هو بيثق فيها هيعرف ان انا هاخد المفتاح مش عشان اخدها اجري بيها، وانا لازم ابقى قد الثقه دي، اخدها عشان فعلا اظبطها له واخليها له حلو. في نقطه بقى مهمه جدا يا احمد عايز اتكلم فيها، ممكن ننهي بيها النقطه دي. كل انسان في حياتنا ليه تكه وليه حاجه بيحبها، ادخلوا منها. هدخل له منها، ماشي. كل واحد في حياتنا ليه حاجه. انت مثلا دلوقتي بتحب مثلا ايه، ان انت يبقى عندك قناه على اليوتيوب وفيديوهات وبتقدم معلومات ومحتوى للناس وكده، ما ينفعش ان انا جاي انتقدك في حاجه زي كده، لان دي دي محور حياتك، تمام. لا بالعكس، اساعدك. في يوم من الايام اجيب لك هديه مثلا كاميرا، عدسه، دي حته يا ريت ديكور والله. احطها، احبك قوي. حته ديكور احطها في الاستوديو، اجي اشجعك، اعمل لك لايك على الفيديو، مش عارف ايه، هتلاقيني مستعد اغفر لك اي حاجه في علاقتي بيني وبين بعضك، حتى لو انت مهما كنت انت بتعمل لي ايه. الراجل وبين الراجل وبين مراته، كل راجل في الحياه الزوجيه ليه تكه، ماشي. ليه تكه. في راجل بيبقى بيحب دايما الاكل كويس، في راجل بيحب ان مراته تاخد بالها من عيالها، في راجل بيحب النظافه، في راجل بيحب ان مراته تبقى علاقتها كويسه مع اهله. كل راجل في حياتنا ليه تكه، تمام. فالست لو قدرت تسيطر على التكه بتاعته دي وتديها له بدون اي مقابل، صدقني هتقدر تاخد منه كل اللي هي وعلى عايزاه. العكس بقى يعني وعلى ابعد عن العكس التكه تمام. اللي تضايقه يعني. على العكس تماما بقى، ان انا ما اجيش بقى عند ايه، عند النقطه اللي هو بيكرهها، والنقطه اكتر حاجه بتضايقه، واجي اتعامل فيها وازود فيها واتعامل فيها بشكل سيء جدا. والزوجه برضو انا ببقى زوجتي مثلا عارف ان هي من النوعيه، كل واحد طبعا ليه عقليته، بس في مثلا ستات كل محور حياتها كلها في ان هي تشتري فستان حلو، ان هي تشتري طاسه حلوه اللي هي الجرانيت او الرخام، انا بكلمك بشكل عملي يعني، تمام. حاجه في المطبخ، هي دي بالنسبه لها محور حياتها. ان هي تجيب لبس لعيالها، تمام. ان هي يبقى بيتها نظيف، ان هي ما توسخ لهاش السجاده، ان هي ما تعمل لهاش مش عارف ايه. كل ست في حياتنا ليها تركايه. الام كده، الاخت كده. الاخت مثلا، انا مثلا عايش مثلا في البيت مع اختي مثلا خصوصياتها مثلا ما بتحبش حد يفتح الدولاب بتاعها، ما بتحبش حد يلعب في هدومها، ما بتحبش حد يلعب في حاجه بتخصها هي. ما اجيش انا امسكها واقعد العبها او اكسرها او اعملها واقول انا عايز احسن العلاقات، ما ينفعش. ممكن هي تتقبل مني كل حاجه الا ده، تمام. فدي نقطة مهمة جدا، تمام. لازم ان الانسان يبقى عارف كويس قوي ايه النقط الايجابية اللي موجودة عند البني ادم، تمام، ويقدر يديها له، ويتجنب الحاجات اللي هو بيكرهها، ما يخشش فيها في صراعات معاه. طب احنا كده حاولنا نجيب موضوع العلاقات بكذا طريقه وكذا شكل، فعاوزين نقول كلمتين في الاخر كده عشان بعد كده في الفيديوهات الجايه هنبدا بقى نخصص العلاقات وازاي نتعامل مع كل موضوع لوحده، كان بقى بين العلاقه بين الاب وابنه والراجل ومراته وكذا موضوع هنتكلم في الفيديوهات الجايه. بص يا احمد، يعني هي الكلمة اللي ممكن او الجملة اللي ممكن ننهي بيها حديثنا الجميل والشيق اللي انا مبسوط بيه جدا ده، وان شاء الله نقدر نعوضه في حلقات كتير نشرح فيها كل التفاصيل ديت.
دايما يخلي عندنا حسن نيه في التعامل في العلاقات، وده مهم جدا 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 جدا. دايما ابقى عندي ثقه في اللي قدامي وهو بيتعامل معايا، دايما التمس له العذر، دايما احاول ان انا اتعامل معاه بلسان حلو، بطريقه حلوه. النقط دي صدقني لما انا اكون يعني جيد في التعاملات ديت، صدقني اللي هيجي لي من اللي قدامي هيبقى حلو برضه. لما انا ادي حلو هستقبل حلو، وان شاء الله تبقى علاقاتنا كلها كويسه بيننا وبين بعض في ان شاء الله. المرحلة. شكرا استاذ اسلام. شكرا ليك يا احمد، وانا سعيد ان شاء إن أنا الله. قعدت معاك. ده مش اخر فيديو طبعا، ده اول فيديو يعني. ان شاء الله ان شاء الله ده يبقى ما يبقاش يعني يبقى ونكون دمنا خفيف كده على الناس، وتكون الناس استفادت معانا او الناس اللي بتتفرج على الفايده المحتوى. بقى، الفايده لسه جايه في الفيديوهات الجايه بقى. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نتكلم بقى بشكل مفصل تمام عن كل حاجه، وازاي نقدر نحسن علاقاتنا في مجموعه العلاقات اللي حوالينا. لان احنا برضو عايزين ننوه برضو الحاجه ان ده احنا بنتكلم بشكل مجتمعي، في حاجات بقى علميه احنا محتاجين نتكلم فيها شويه، اللي هي العلاقات في علم النفس نفسها. كمان العلاقات المؤذيه والعلاقات الصعبه والعلاقات يعني هنتوسع فيها، يعني هنجيب هنتوسع فيها ان شاء الله. فبس كده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا لايك وتسيبوا لايك في الكومنتات، تابعونا على الفيس والانستجرام وتيك توك واليوتيوب، وان شاء الله الفيديوهات الجايه تعجبكم. سلام. سلام. وانا بتاع بليله؟ انت بتاع خضار مش بتاع بليله. انت ماشي. فعايزين نتكلم مثلا عن ايه؟ تمام. اقفل النت يا ابني. فيلم الف مبروك ده انا ما بعرفش اعمله، هو متعود عليه، انا ما بعرفش اعمله. ابتدي كل شوط من الاول قاعد جديد. بقى ايه؟ قاعد متمزج كده. فاطين انت نمت؟ جوه حر سقط وجاي جسمي كلها. اللي هو قاله نتيجه العلاقات الكويسه اللي بيني وبينه. بس واللي أنا نتيجة قلته العلاقات الوحشه اللي بينه وبينه. اقفل يا ابني، كات يا ابني.